الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل في كل مكان اينما كنتم اينما تواجدتم، اهلا ومرحبا بكم ضمن النقل التلفزيوني المباشر من هنا من مدينه القنيطره. طبعا دوره رقم 26 ننقل لحضراتكم اطوار المواجهه من هنا من مدينه القنيطره بالملعب البلدي. مواجهه مهمه بين الناديين على اعتبار ان النادي الرياضي القنيطري سيبحث عن 3 نقاط للخروج من المنطقه المقاربه، واولمبيك خريبكا سيسعى محاولتين. كرة أمامية في جو وسام البركة خطيرة على المباراة لا محالة. تمريرة بالمقص في العمق، إنزال ولا أروع، إتمام رائع وهدف أول في هذه المواجهة عن طريق وسام البركة. شاهدوا الكيفية والصورة، شاهدوا الأسلوب الذي تتعدد الأساليب وطرق الهجوم، لكن النتيجة ستكون واحدة، هي الأهداف خطيرة، وبالتالي يوزم وضعية فريق النادي الرياضي القنيطري. لعبت بالمقص بالراس في مرمى الحارس العربي. هدف ثاني يحضر في هذه المواجهة، هدف يأتي ليؤكد على قوة فريقه. عند اللاعب الأندلسي خطيرة داخل منطقة العمليات، إمكانية مرور، ضربة جزاء يستعد ويسجل هدف لصالح فريق النادي القنيطري. المسجل هو اللاعب هشام العروي اللي كيسجل هدف تدليل الفريق. الان يمكن نقول بان النادي القنيطري غادي يستيقظ من السبات ديال جوج ديال الاهداف اللي تسجلت على المرمى ديالو، غينطلق في هذه المواجهه باحثا عن فرصه لمعادله الكفه. 3 ديال الاهداف قبل نهايه. امكانيه صواب، محاوله، هدف ثاني في المباراة. بلال بيات كيلعب بالحماس ديال الجماهير، وبالتالي هيستيريا على مستوى المدرجات. صراحة هيستيريا على مستوى المدرجات، لأنه كل الجماهير كتتابع بلال بيات كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني، هدف تعادل. المباراة غادي تغير راسا على عقب. الجماهير الان في هستيريا يعني كبيره بحجم ان الجماهير صراحه تفاعلت مع الهدف، وكنشاهدوا الهدف كيفاش جا. تصدي كان من الحارس احمد محمدينه، والاتمام كان من بلال بيات. اذا صوره لجماهير نادي الرياضي القنيطري. اذا مراقبة شباب المسيرة، كرة خطيرة، هدف لصالح فريق النادي القنيطري، هدف عن طريق هشام العلوي. الهدف صراحة اللي كيجي باش يعطي واحد الحسم في المباراة ديال اليوم. هدف هشام العلوي القيمة ديالو غالية، هدف ربما ب3 نقاط، هدف جميل لهشام العروي، طريقة تسجيل جميلة. غادي نتابعوا هشام العروي في المرور، استخلاص ممتاز، تصويبه بالرجل اليسرى، وهدف ممتاز للنادي الرياضي القنيطري. شاهدوا المراوغة كانت جميلة أمام خميس، تصويبه بالرجل اليسرى. هدف الخامس في هذه المواجهة، 3 ديال الأهداف مقابل 2. مباراة ملتهبة، مباراة تابعنا فيها صراحة ندية وتشويق. هدف لصالح فريق النادي الرياضي القنيطري. إذا الدورة رقم 26 عرفت مباراة جميلة، مباراة المتناقضان على مستوى الترتيب. هذا الهدف سيكون بداية نتمنى أن تكون موفقة النادي القنيطري. الدورات الرياضية، هذا محمد العدالي يحييكم، إلى اللقاء.